والله كركوك جينا كركوك فروشنا بقرآن لاور كركوك فروش لدوانزەی مانگ تەلەفۆنێکم لە کاگلاهوری شێخ زەنجیەوە بۆ کرا وتی کاک وەستا پێشتر ئێمە لەگەڵ عێراقیەکان ڕێککەوتوبووین کە سنووری خۆمانیان بۆ بکەینەوە ساترەکە ئەوان بچن بۆ عەمەلیەکە کە ئەوان دێن لەم شوێنانەوە بەرشەکانەکەن. 16 أكتوبر اليوم الأسود والخيانة العظمى. الشعب الكردي يتذوق مرارة الداء الأزلي في المئوية 21. لا يخلو تاريخ أي أمة على المعمورة من محطات السعادة والتعاسة والانتصارات والإخفاقات والمواقف الوطنية وكذلك الخيانية المظلمة، إلا أنه يستحيل أن تجد في صفحات تاريخ أي أمة منها خيانة عظيمة بقدر خيانة 16 من أكتوبر. خيانة بهذا الشكل لن تجدها في الأساطير التراجيدية المؤلمة حتى. باختصار، خيانة 16 من أكتوبر خيانة منعدمة النظير، وهي التجربة الأزلية التي تذوقها شعب الكرد مرة أخرى في المئوية 21. خيانة قد شو ناجي مراتي معقولة خيانة اللي بكري أتا شهيد وهذا نفسه كده هذا بيش بالقيمة أنا هوري ما شهيد بلينا أنا شلون أخوني ما قلنا ما شلون لك مين خو ما نبو السبب طاقة تسميل كده معقولة بدا خوا كعربي كي بيبتي همزي أو صحراء بيت واد لي بكا كسنجر كانت سولك زور بدا خوا بەڕاستی هەستێکی زۆر ناخۆشە ئێستاشی نەبوو ئێستاش ئەتوانن ئەو هێزە بگەڕێنەوە ئەو پەلە ڕەشێکەوە بەسەر و چاوی خۆیانیان داداوە ئێستاش ئەتوانن بیسترنەوە داواکارم خوێنی ئەو شەیدانە بە فیرۆ نەچێت دڵنیابن ئێمە ئێرە چۆڵ ناکەین مەگەر ئەرزەکە لە ژێر پامان بڕوە زۆرەگری چیوا لێکا بگری ئیمانیەگات چۆن ڕۆژانێ بوو بە 15 کەسەوە لەو شوێنە بین لە ئەو تەنشیە 15 کەس بوون برادرمان قاچی بڕایەوە بە قەنات زۆشکە ئیساوە لە ئەوروپایەتە چارەسەری نییە چەند پێشمەرگەمان لێ بەتەکەنەوە بشەید بوو لە بەلا ساحب ماڵم ناڵبوو بەس بزانم بۆ گەڕایتەوە بەس بۆ بۆی دەستگاکەی خۆت بەقەوتکەی بۆی خۆت لەگە ئێرانە ڕێککەی نەمەزانێت چی تێگەی بۆ شوێ هاتمە بەرگریەکەین معلەسە بوانی ڕاکەن دا بۆشنە حاڵتان باشرا بوو کوشتیان باش لێ تفتان لێکەن و جوێنتان پێ بدەن دا بۆشن لەو حاڵەتان ئەوەتان پێڵێم بۆ برینداری تەقڵەکانمان پێوە ئەمانی شەڕەکەین ئەگەر ڕاماکرد با خەڵک تفمانێکە ماکوژن با لێماندن بۆ بێت تاقەتن بەدا پێشمەرگەنین ڕابکەین پیشداتی ڕابکەین بەڕاستی خیانەتێکی زۆریان لە کورد کرد خیانەتی زۆریان لە شەهیدان کرد لە سەعات 4 بەیانیەوە ئێمەیان بەجێهێژێڕ لە بەرپرساندیکانەیە بگەڕێنەوە ئێمە داوامان لەوانە زوو بگەڕێنەوە سەنگەرەکانی خۆیان ئەوانە بە خوێنی شەهید گیراون بە خوێنی دەیان کوڕە کورد لێرە ئەم سەنگەرانە مەزبوط کراوە سەنگەر کراوە شەهید تیادراوە خوێنی تیاڕژاوە بەدەیان کچ و کوڕ بێ باوک بوونە بعدما يئس جنوب كردستان من تحقيق أي نجاح لمفاوضاته مع الدولة العراقية لاجأ إلى حق تقرير المصير، فقرر إجراء الاستفتاء كخطوة أولى نحو استقلال كردستان. قرار الاستفتاء كان قرار الأحزاب الكردستانية في جنوب كردستان قاطبة، كما كان قرار الشعب الكردي والمتلهف لإجرائه. ففي اجتماع 7 من حزيران عام 17 قرر المجلس الأعلى للاستفتاء، والذي ضم كافة الأحزاب السياسية الكردستانية عدا التغيير والجماعة الإسلامية، إجراء الاستفتاء محددا يوم 25 من أيلول عام 17 لإجرائه. فقد أغفلت حكومة جنوب كردستان وبرلمانها كافة التحذيرات وتهديدات الدول المحتلة لكردستان وراء ظهرها، كما تغاضت عن ضغوطات الدول العظمى مصرة على إجراء الاستفتاء بغالبية أصوات برلمان كردستان بالموافقة على المشروع. الجبهة المناوئة للاستفتاء والمحاولة لتصفية البارزاني. مع صدور قرار إجراء الاستفتاء بدأت التحركات
المبادرات والمساعي الهادفة لإفشال هذا المشروع على الصعيدين الداخلي والخارجي الدولي. فظهرت الجبهة المعارضة للاستفتاء الهادفة إلى إفشال مشروع الاستفتاء، وباستطاعتنا تعريف هذه الجبهة وأهدافها بالجبهة الإقليمية المناهضة العراق وإيران وتركيا. فقد أبدت هذه الدول عداوتها للاستفتاء بشكل علني وصريح، وسلكت كافة سبل لإسكات صوت الشعب الكردي ووأد الاستفتاء، فحاكت أبشع المؤامرات ونفذتها على مر العالم والدول العظمى كأمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية، والتي كانت تعد بمثابة الأصدقاء للشعب الكردي. الجبهة الداخلية المناهضة لاستفتاء الاستقلال، والحق أنه كانت هناك سيناريوهات عدة أعدتها هذه الجبهة، منها السيناريو الأول إسكات صوت الشعب بأي ثمن كان. وهنا نستطيع التحدث عن اجتماع دوكان يوم 15 من أيلول 2017، حيث بذلت كافة الجهود لانثناء الزعيم مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان للتراجع عن قرار الاستفتاء، غير أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. ووفق معلومات غاية في السرية والخصوصية أن قاسم سليماني كان في الطابق الثاني من المبنى الذي انعقد فيه الاجتماع بانتظار نتائج الاجتماع. السيناريو الثاني في هذه المرحلة، وبعد فشل كافة الجهود لإحجام الشعب من المضي قدما في تقرير مصيره والتصويت للاستفتاء، استعانت الدول المحتلة لكردستان بجناح بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، وعقدت معه عدة اجتماعات تم خفض عنها محاربة جنوب كردستان بعد إجراء الاستفتاء، فوضعوا الخطوط العريضة لمؤامرة 16 من أكتوبر الخيانية، وتم توزيع المهام وتوظيف هذا الجناح الخياني والمعروف بقليل الفهم. بداية الخيانة. تم إجراء الاستفتاء يوم 25 من أيلول عام 17، وصوت الكردستانيون للاستقلال، وفي هذا اليوم ظهر قادة كافة الأحزاب السياسية على شاشات فضائياتهم وافتخروا بأنهم صوتوا بنعم لاستقلال كردستان. سنگەرەکان بۆ ئێمە و سنووخەکان بۆ خەڵک، بەڵام سنگەرەکانی هەر بۆ ئێمە و سنووخەکانی هەر بۆ ئێمە شانازیشە بۆ خۆم کە یەکەم کەس دەنگم داوە بۆ سەربەخۆی میلەتەکان. هاوکارم لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەگشتی و هاوڵاتیانی شاری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بە تایبەتی کە بە جۆش و خرۆشەوە بەرەو سندوقەکانی دەنگدان بڕۆن و دەنگیان بخەنە پاڵ دەنگی دایکە شەهید و مناڵە شەهیدەکان، بۆی بتوانین ڕۆحی شەهیدەکانمان کە چەندین ساڵە ئێمە هەزاران ڕۆڵەمان لە پێناوەم ئامانجا خوێنی خۆیان بەخشیوە بەم خاک و نیشتیمانە، دەنگیان بخەنە پاڵ دەنگی ئەوان و ڕۆحی شەهیدەکانمان ئاسوودە بکەن. من بەتاکید دەنگم بە بەڵێ داوە، بەتاکید. بەڵێ دەنگمان بەڵێ. لێرە ئەنجامەدرێت حەق نییە مەترسیەک بێت بۆ سەر هیچ کام لە دراوسێکانمانەمە. ئێمە پرسیارێک ئاراستەی گەری خۆمانەکەین، ئایا ئەتانەوێت لە دەوڵەتێکی سەر بەخۆیان بژین یان نا.
وفي ئەمڕۆ ملەتی ئێمە وەڵامی ئەو پرسیارە ئەیاتەوە. کەمێک پێشێستا ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان سەلاحەدین بەهادین لە بنکەی ڕۆتانە لە هەولێر دەنگیدا. من ئەمڕۆوەکو هاوڵاتێکی کەرکووک هاتووم دەنگی خۆم بم بۆ ئەوەی کوردستانی سەربەخۆ پرۆسەی دروستکردنی دەست پێ بکە. ئیمڕۆ ئەو ڕۆژەیە کە گەلی کوردستان هەمووی خۆی کارەکات بۆ ئەوەی سەربەخۆی خۆی بەدەست بێنێ، هەموو تاکێک بە ئازادی بە دڵخۆشی بە شادی بە ئەوروبەخۆ ئەچێتە سەر سندوقی انتخابات دەنگەدا بڵێ بۆ سەربەخۆی کوردستان. خۆیان داوە ئەم پرسەی نێتەوەی قەزەی ملەتێکە خۆی بە دڵنیاییەوە هەمویان بەیەک ڕنگ بەیەک دەنگدەچێن سەر سندوقی دەنگدان و هانی خەڵک دەنگکە دەنگ بۆ سەربەخۆی یەکجارێکی کێلی کوردستان بدەن. هەتا دەنگێکی باشتر بێنین بە تەکید بۆ قورسایی گەلەکەمان لە هاوکێشە نێودەوڵەتەکاندا باشترە، ئەوە لەکوێ کە 150 بێنێ و لەکوێ تا 80 و زیاتر بێنێ. ومێدمان وایە کە بە دەنگێکی بەهێزتر بە دەنگێکی زوڵاڵتر بە دنیا بڵین کە ئێمەش حەقی خۆمانە چی دیکە لەو مافە ڕەوایە لەو مافە خواڕستکە بێبەش نەکرێن کە خوا سبحانه وتعالى لە ئاەتی ژمارە سێنزەی سوورەتی الحجوراتدا زۆر بەڕوونی و ڕاشکاوی ڕایگەیاندووە. ولقد كذا فرمي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والله ما علی جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستانە لا کەرکووک دەنگ دەدا بۆ سەربەخۆیی باشووری کوردستان. درەزایی گەرم لە خەڵکی کوردستان دەکەم بە هەموو نەتەوەکانەوە. ئینسان زەحمەتە بتوانێت لە ڕۆژێکی ئەموەنە پیرۆزە بتوانێت تعبیر لە هەست و نەست و هەموو ئەو خولیا و ئامانجانە بکە کە بەش بە حاڵی خۆم 50 ساڵە خەوی بۆ ببینم و 48 ساڵە خەباتی بۆ بکەم. شۆڕش و بارزان و بادینان بۆ تێکۆ شەرەدێنینەکانی ئەم نیشتیمانە، بۆ زیندانیەکان، بۆ ئەو کەسانەی کە هەمیشە خەباتیان کردەوە بۆ گەیشتن بە ئازادی سەربەخۆیی ئەم نیشتیمانە، بۆ باو و باپیرانمان کە سەریان ناوەتەوە بە ئاواتی سەربەخۆیی کوردستان، بۆ ڕاماڵینی ئەو زوڵمە مێژوویەی لە میلەتەکەمان کراوە دەنگم داوە بە سەربەخۆیی نیشتیمانەکە. علما أن البعض منهم لم يدعموا حملة هذا المشروع منذ ولادته ولم يخدموه يوما على منصاتهم الحزبية. فظهر لاهور شيرجانج يوم الاستفتاء لابسا قناع المخلص الوطني المؤيد للاستفتاء، وقال بأنه كان ينتظر هذه اللحظة التاريخية منذ مدة على أشد من الجمر لكي ترقد أرواح شهدائنا بسلام، وأنه صوت بنعم، غير أن الحقيقة هي أن قادة الاتحاد وقبل أيام من إجراء الاستفتاء توجهوا لإيران لتلقي الأوامر من المحتل وأساءوا إلى المرحوم مام جلال طالباني، فمع أنه كان مريضا لا يستطيع الوقوف إلا أنهم أخذوه معه لإيران. فباستطاعتنا القول إنه تمت التحضيرات والاستعداد لمؤامرة خيانية بشعة شبيهة بخيانة 66 هناك. وبعد إجراء الاستفتاء بدأت التحركات الإيرانية العراقية بمساندة الجناح البارز للاتحاد تظهر بوتيرة أشد، وتم التحضير للمؤامرة لغاية 15 من أكتوبر، وتم عقد اتفاق بين جناح قليل الفهم في الاتحاد مع ميليشيا الحشد الشعبي والحرس الثوري وحزب الله العراقي. عيبة والله عيبة، والله خسرنا، والله خسرنا، والله من دين باسرة، والله من دين سمسرة، والله والله خواري لقرية ما باسعيد والله خواري، والله خواري زور عيبة في أحمد قاري، والله خواري. إذنا روجي شهامتها، روجي كرامتها. كنا بابا من عيبة كنا بس
كنا أمر فرشتين أسوهم واني بشودا كركوتي فروشت كنا بس هوا حيامتو كنا بس توزع سبرقين قوة جيش توزع سبرقين قوة جيش توزع هوار دبابة لما فلابي دبابة سايكا دبابة لما فلابي سايكا بس خذ منها سايكا وسطا دبابة تاخذ منها. ضياع قلب كردستان. في الليلة 16 من أكتوبر بدأت الميليشيات الشيعية بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمهاجمة مناطق طوس خرمات وخانقين وكركوك، فأوعزت جماعة سقيم الفهم أوامر عاجلة للبشمركة بالانسحاب وتمهيد الطريق للجيش العراقي وميليشيات الحج الشعبي بالعبور، فرفض جماعة من بشمركة كسرة رسول ترك جبهتهم القتالية، فدافعوا حتى الاستشهاد بعيارات النار أصابتهم من الخلف. وهنا يتضح أنه تم تصفيتهم بيد بعض بشمركة الاتحاد وبأوامر مباشرة من لاهور شيخ جانجي، ولهذا لم يتم إرسال جثامينهم لطب العدل لكي تبقى القضية طي النسيان. والحق أنه في بداية الهجوم صد بشمركة كردستان هجماتهم وأعبطوا 7 آليات مدرعة للحشد والجيش وقتلوا 14 من مسلحيهم، وبهذا تيقن العدو أن دخولهم لكركوك دون قتال ليس بالأمر الهين، لهذا اضطروا للاستعانة بجماعة قليل الفهم لإخلاء بعض جبهات القتال من البشمركة، فاستجابت الخونة لندائهم على وجه السرعة وذللوا العقبات أمامهم على جسر مريم باك، وأمرت القادة والبشمركة التابعة لها بإخلاء جبهاتهم، فرفض بعض القادة هذه الأوامر أمثال الشيخ جعفر، فقامت جماعة سقيم الفهم باحتجازه. وهنا دخلت جيوش المحتل قلب كردستان كركوك وحاصرت قوات البشمركة، ولم يكن البشمركة في جبهات جنوب غرب كركوك على علم بدخول قوات الحشد والجيش العراقي لكركوك، ما تسبب باستشهاد 25 منهم على يد كمين للحشد. هكذا يتم احتلال كركوك. ئێمە خۆمان وەکو نیشتیمانی کوردستان دەست پێشخەر بووین لەوەی کە لە کەرکوک ڕوویدا، پێم وایە خەونی کوردستانی بوونی کەرکوک بە یەکجارێکی لە 16 ئۆکتۆبەر لە گۆڕدا دەکرا شەڕ بکرێ. من پێم وایە ئەو کاتی کە هێزی عێراقیەکان توانیان درزێک بخەنە ناو هێزی پێشمەرگە و دەیانتوانی بێن بۆ مای هەفتەیەک لە ناو کۆڵانەکانی کەرکوک شەڕ بکەن. ئەوەی بووە کە هێزەکانی عێراقی هاتوون و ئێستا ڕۆشتوونەوە بۆ لای معسکەری کەیوان و ئیتر ئێستا بەرەو بیرەنەوتەکان دەڕۆن بەرەو هاڤانە و بای حەسەن و ئەوانە. ئەو دنیا لەوەیە کە ئیتر حکوومەتی مەرکەزی ئەگەڕێتەوە ئێرە لە حکوومەتی مەرکەزی یاسا سەروەرە کاکە بتێونێتەوە یاسا سەروەرە. ئێمە پەیوەندیمان بە ڕاستەوخۆ لەگەڵ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق هەیە لەگەڵ دکتۆر عبادی لە ماوەی 24 ساعت حەجی شعبی نامێنێت لەم ناوچە. هیچ مەترسی نییە. زۆر بەخشەی دەستبێنن ئەو تاوانەی کە کراوە. هیچ هاوڵاتێک نەبووتە قوربانی ئەوەی کە من ئاگادار خۆ ئێمە لە دوای 16 ئۆکتۆبەرەوە کە هێز عێراقیەکان هاتن بە حساب هاتن ناوچە کوردستانیەکان کە ئێمە لە ژێردەستی ئێمە بوون لە ئێمە وەرگرتەوە بۆ ئێمن و ئاسایی گەڕنون، بەڵام ئەو تعریبەی کە ئێمە هەموو تاوانەکەمان خستە مەل حیزبی بەعث و حیزبی بەعث زۆر باشتر بوو لەمانەی لەم حاکمانی ئێستای عێراق. هناك طرف معين بالاتحاد تم تنسيق معه اتهموهم خيانة وليس خيانة، كان هدفهم عدم إزهاق النفوس، عدم إزهاق الأرواح، عدم الانتهاء بحرب مدمرة. دەڵێن تاڵەبانی فەرمانی کردو بە هێزەکەی کە هیچ نەجەنگێت لەگەڵ ئەو سوپایی کە دێنە کەرکووک لەبەر ئەوەی ڕێکەوتن هەبوو لە نێوان تۆ حکوومەتی فیدراڵی و هێزی شیعەکان، هەشتی شعبی و ئێرانی بە تایبەت قاسم سلێمانی. پێشنیارێکمان بۆ هات کە هێزەکانی عێراق دەگەڕێنەوە بۆ کەرکووک. ئەوەش تەنها ڕێکەوتنە کە من لەسەری ڕێکەوت بووم و من بەڵگەم لە بەردەستدایە کە لەلایەن 38 کەس لە 50 کەس لە سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئیمزا کراوە.
مقاومة أحداث ما بعد 16 من أكتوبر. لم تكن مؤامرة 16 من أكتوبر مجرد تسليم أرض الوطن للعدو المحتل، بل كانت انكسارا لإرادة وكرامة شخصية الكردية ومعنويات البيشمركة الأبطال الفدائيين. فقد تذوق الشعب الكردي مرارة الخيانة الأزلية وطعنة الظهر مرة أخرى. ولم تنتهي مؤامرات المحتل بعد 16 أكتوبر، فتم إغلاق المعابر الحدودية وفرض حصار اقتصادي وسياسي على جنوب كردستان. في هذه الأثناء كان بيشمركة كردستان يستعدون لحماية أرض الوطن، فكانوا متيقنين أن العدو المحتل لن يسكت أو يتوقف، وأن خطرا عظيما وكامنا يهدد الجزء الوحيد المحرر من كردستان. في هذه المرحلة حشد الزعيم الكردي مسعود البارزاني قوات البيشمركة للذود عن حدود جنوب كردستان، وأراد المحتل مواصلة احتلاله من سحيلة وبردة، غير أن البيشمركة أبدت مقاومة الأبطال، فدمر دبابات أبرامس للمحتل وقتلت المئات من مسلح الميليشيات المرتزقة، ولم تدعهم يعبرون برد والسحيلة نحو أرض كردستان. كان المحتل ينوي الاستيلاء على بلدة صلاح الدين محل إقامة البارزاني وعائلته بعد تحريق قوات البيشمركة في بردة على يد ميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني وجماعة قليلي الفهم، وبهذا يستولون على العاصمة أربيل والمؤسسات الحكومية واحتلونها والقضاء على واقع إقليم كردستان. فكانت جماعة قليلي الفهم يمنون أنفسهم آنذاك بالتحكم الكامل بمقاليد السلطة في كردستان بعد احتلال أربيل من قبل العراق وإيران. فهذه الجماعة كانت بهذا المستوى من الغباء والسقم بحيث صدر عنها خيانة تاريخية بهذه البشاعة. وقد سجلت بيشمركة أروع قصص البطولة وسطروا الملاحم التاريخية في برد وسحيلة، أراق الدماء وقدم الشهداء، غير أنه لم ينسحب أو يتراجع، بل وضع حدا لاعتداءات المحتل وقاطع ألسنة الخونة. حكم بيمانجو انك هم كرجنا بسروتنا ناس هوا انت زياتر هوا انت زياتر كرجنا بسروتنا وخونا من لخونا هنقول رنجين ترمية خونا من لخونا هنقوش عزيز ترمية اگر از حسكم بونگو بيجان اگر دشمن ليرا درباز بيمانو نمانا ميا بجر سروي انده روز دوكي از دست بده يال همية مهمتر انسان روزا که به روزا که بمری. اگر هم 100 سالت حیات دابین 100 سالت جیان دابین روزا که بمری. چل هنگه خوشترنیا انسان بو کسا که خوشتر تویتن بو بمری. و از مطمئنم مخلصی هنگو میرینی هنگو بو جناب سروکه و بو کردستانه یا به سنوره. دابا ما كاودو همردو ما بيتكري باش فيرها ميدا دايره بهم خرجي كردستان ان شاء الله بتماي خوي ديان بزينين درس شوان بيدكين خطله بيرينكين سك بيشمرغا دي فحكري كردستان بيشمرغا كاني كردستان بو بري ازايتيوا توانيان چن همريكي دجوناني داعش بشكينن دجوناني حاجي الشعبي بشكينن هر چند فرقي حاجي الشعبي لقل داعش يتجاوز كانيا هناك بنا هناك بنا دور الفكاكة في احتلال كركوك. في 9 من آب عام 2014 دخلت الفكاكة محافظة كركوك، وقد نشرت مشاهد لمراسم عسكرية لدى دخولها المدينة، وأنها ستكون قوة شرعية هناك. وتمركزت قوات الفكاكة بالقرب من القوات العراقية، ونسقت مع ميليشيا الحشد الشعبي، وكانوا يسيرون دوريات مشتركة، غير أنه عند حدوث خيانة 16 من أكتوبر واحتلال كركوك لم يعرف أحد ما حل بقوات الفكاكة المتواجدة هناك، وكيف اختفت قوتهم في مواقع كدقوق وما
كمال عبد الله. ليلة 16 من أكتوبر سحبت الباكيكة قوتها بصمت مطبق نحو مخيم مخمور، ولم يطلق الجاريلا ولو عيارا ناريا تجاه الجيوش المحتل، فجل ما فعلته هو إطلاق عيارات نارية من قبل بعض حراس مقارها السياسية وأمام عدسات كاميراتهم كبروباغندا إعلامية لكي يقولوا بعدها بأنهم حاربوا يوم ذاك. والحق أن الباكيكة كانت شريكة سرية في أحداث كركوك، فقد أصبحت الباكيكة بعد عام 14 شريكا وحليفا للحكومة الفيدرالية وخصوصا الحشد الشعبي، أي أصبحت جناحا لبغداد والشيعة والحشد إزاء إقليم جنوب كردستان، وكانت مطلعة تماما على أحداث احتلال كركوك، إذ ثبت أن لاهور شيخ جنجي كان قد اطلع كل من دمهات عقيد مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكردستاني ورضا آلتون عضو الهيئة الإدارية للمنظومة في السليمانية على هذا المشروع. والباكيكة كانت تعتقد أن هذه المؤامرة ستقضي على الديمقراطي الكردستاني، فأصدرت أوامر لقواتها بالتنسيق والتحرك مع الحشد الشعبي، وهذا ما حصل، فقد تحركت قوتها بالتنسيق مع الحشد في كل من مخمور وشنغال. فأول ما حدثت الاشتباكات كانت أمام مخيم مخمور قبل 7 أيام، ووقع أعداد من الشهداء من صفوف البيشمركة على بعد كيلومترين من المخيم في اشتباكات عنيفة. آنذاك كان هناك ما يقارب من 300 جريلا على جبل مخمور، وكانوا ينتظرون هزيمة البيشمركة للقدوم مع قوة الحشد الشعبي والاستيلاء على عموم كردستان واحتلالها. نعم، كانت الباكيكة تأمل من تحالفها مع الحشد والحكومات العراقية أنه بعد احتلال كركوك وعموم جنوب كردستان فإن الباكيكة ستحل محل الديمقراطي الكردستاني، فهي كانت تعتقد أنه ينبغي أن توجد بعد الاحتلال قوة كردية، وينبغي أن تكون هذه القوة الكردية هي أهداف 16 من أكتوبر. لم تكن كركوك المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة إقليم جنوب كردستان الهدف الوحيد من وراء خيانة 16 من أكتوبر، بل كان المحتل يحلم باحتلال أربيل وتدمير واقع جنوب كردستان. فقد صرح آراس شيخ جنج يومها حيث كان متواجدا بين جيوش المحتل لوسائل إعلامهم بأن الجيش يتقدم نحو أربيل، عندما تصدى البيشمركة لهذه الخيانة الداخلية والمؤامرة الخارجية، وعندما تيقن الخونة أن كل شيء فشل وأن أحلامهم الخبيثة تبخرت وتبعثرت آمالهم، قاموا بهجمة إعلامية شرسة على شخص البارزاني والجبهة المؤيدة للاستفتاء دون خجل أو حياء. والحق أنه وبعد كسر نوفهم في ملاحم بردي والسحيلة والمحمود يضطروا إلى تبرير خيانتهم بإجراء استفتاء الانفصال. فبعد المقاومة التاريخية للبيشمركة الأبطال تاهت جماعة الخونة وضلت، فناسوا أنهم كانوا يتاجرون بالوطنيات يوم إجراء الاستفتاء. داواکارم لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەگشتی و هاوڵاتیانی شاری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بە تایبەتی کە بە جۆش و خرۆشەوە بەرەو سندوقەکانی دەنگدان بڕۆن و دەنگیان بخەنە پاڵدەنجی دایکە شەهید و مناڵە شەهیدەکان بۆی بتوانین ڕۆحی شەهیدەکانمان کە چەندین ساڵە ئێمە هەزاران ڕۆڵەمان لە پێناوم ئامانجا خوێنی خۆیان بەخشیوە بەم خاک و نیشتیمانە دەنجیان بخەنە پاڵدەنجی ئەوان و ڕۆحی شەهیدەکانمان ئاسوودە بکەن. من بەتاکید دەنگم بە بەڵێ داوە. غير أنه بعد إحباط مؤامراتهم وخيانتهم النكرة التمسوا حججا وتبريرات واهية ضعيفة كنفسياتهم الدنيئة. كأنجمني ناون وبنوي کرد ڕۆژی پێش ڕەفرەندەم کە نابێ ڕەفرەندەم بکرێ بەبێ ئەوەی شوێنە دابڕێنراوەکانی. دیارە ئێمە ئەنجومەنی سەرکردایەتیەکی سلمانی کوردستان لە دوا بڕیاری خۆیدا پشتگیری تەواوی ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان بە ناوچە دابڕێنراوەکانەوە ئێمە بەشداری دەکەین لە ریفراندۆم و پێشەنگ دەبین بەڕاستی. من لە بیدایەتەوە وتومە ئەم ریفراندۆمە غەڵەتە و ناوچە کوردستانەکان لە دەست دەدەین. سەکانی ئەو هەر وا بووە جارێک شتێک هەڵێ دوای شتێکی ترەوەیە. صك الاستقلال. برر خونة كردستان الهجوم على كركوك وضياع 51% من أرض الوطن بإجراء الاستفتاء. والحق أن مشروع احتلال كركوك كانت خطة دبرت إبان عملية تحرير الموصل، ولم تكن لها أي علاقة باستفتاء الاستقلال. ولإثبات هذه الحقيقة نستطيع العودة للأحداث التاريخية ونقول: هل كان وراء احتلال العدو لعفرين وساريكاني والمدن الكردستانية الأخرى استفتاء الاستقلال في هذه الأثناء؟ والأمر من بين كل هذا أن خونة 16 من أكتوبر ومع اعترافهم الصريح آنذاك بخيانتهم، غير أنهم برروا أحداث 16 بإجراء الاستفتاء على فضائياتهم. والأمر من هذا هو ثقة وقناعة بعض شباب الكرد بهؤلاء الخونة من سقيم الفهم. وختاما نقول أنه ورغم مرارة وبشاعة خيانة 16 من أكتوبر والجرح العميق الذي تركته في الجسد الكردي، غير أن الاستفتاء انتصار وكرامات وهوية للكرد، بل هو بمثابة صك للاستقلال، وليست هناك قوة تستطيع سلبنا إياها.